بيبدأ المسلسل مع بنت اسمها كوتوني واللي بيكون عندها 16 سنة، وبيكون واضح انها في طريقها لمدينة جديدة. بتوصل كوتوني وبتنبهر من جمال المدينة وشوارعها ومن شكل الناس والمباني الموجودة فيها، وبتكمل طريقها لحد ما بتوصل قدام مبنى عالي مكتوب عليه RPG للعقارات. بتفتح كوتوني باب الشركة وبتلاقي طفلة بتجري وهي بتصرخ بصوت عالي، وبتجري وراها سيدة بتحاول تلبسها الهدوم. في اللحظة دي بتيجي موظفة من الشركة وبتروح لكوتوني وبتعتذر لها على الدوشة الموجودة من الطفلة، ولكن كوتوني بتنبهر من شكل الموظفة اللي بتتكلم معاها ومن ملابسها الجميلة. وبيتعامل الموجودين في المكان مع كوتوني على انها زبونة، وبيسألوها لو كانت محتاجة شقة، وبيعرفوها ان الايجار هيكون حوالي 300 جنيه، وبياخدوها يفرجوها على كذا مكان. ولكن البنت الصغيرة بتتحايل عليهم انها تروح معاهم، فبتقول لهم كوتوني انها ما عندهاش اي مانع في كده. وبتخرج كوتوني والبنت الصغيرة والموظفة اللي كانت بتتكلم معاها، وبتبدأ الموظفة تعرفها على المدينة والاماكن. فبتاخدها في البداية عند بيت على شكل شجرة، وبتاخدها بعد كده وبتروح بيها الأوضة اللي هتقعد فيها. ولكن في اللحظة دي بتفتح البنت الصغيرة الشباك وبتكون هتقع منه، إلا إن كوتوني والموظفة بيلحقوها في آخر لحظة. ولكن المكان مش بيعجب كوتوني، فبتاخدها الموظفة بعد كده لحد بيت قديم وبتعرفها إن اللي بنت البيت ده ساحرة. ولكن كوتوني بتعترض على المكان وبتقول لهم إنها هتتخنق لو عاشت في مكان ضلمة. بتروح الموظفة لمكان تاني واللي بيكون عبارة عن شقة موجودة في استوديو في وسط المدينة، وبتنبهر كوتوني بالمكان. لكن بتقول لها الموظفة انها لازم تسيب الباب دايما مفتوح، وان اي حاجة هتسيبها فيه مش هتلاقيها. فبتستغرب كوتوني من ان مفيش خصوصية. في اللحظة دي بتقول لها الطفلة الصغيرة ان الشقة الموجودة جنب بيتهم فاضية، وفعلا بتروح كوتوني والطفلة والموظفة اللي معاها، وبتنبهر كوتوني بالمكان وبيعجبها كل جزء فيه. ولكن الموظفة بتعرفها ان المكان ده بيعيش فيه ناس غير بشرية، وانه فعلا ب 300 جنيه لانه خارج المدينة والتواصل فيه هيكون صعب. فبتسألها كوتوني ازاي الطفلة هنا طالما المكان للناس الغير بشرية. فبتتصدم كوتوني لما بتقول لها الطفلة انها مش بشرية، بس هي بتعرف تتكلم وتتواصل مع اي حد. فبتوافق كوتوني انها تعيش في المكان برغم انه خارج المدينة، لكن بتقول ان في محلات قريبة. وبتطلب كوتوني من الطفلة انهم يكونوا صحاب لان هي ما عندهاش اي اصدقاء او علاقات في المدينة السحرية الجديدة. فبتفرح الطفلة من كلام كوتوني وبتجري عليها وبتحضنها وهي سعيدة. وبتروح كوتوني مع موظفين الشركة علشان يمضوا العقد، وبيتصدموا لما بتعرفهم كوتوني على نفسها وانها مش مجرد زبونة وانها جاية تشتغل معاهم في الشركة. وبيبداوا يتعرفوا على بعض، وبتكون كوتوني مبسوطة بعلاقاتها الجديدة وبالمكان. وتاني يوم بتقوم كوتوني من النوم والنشاط باين عليها، وبتسأل موظفة الشركة عن اللي المفروض تعمله. فبتقول لها ان مفيش حاجة وانها تهدى وترتاح. وبيتجمع كوتوني والطفلة اللي بيكون اسمها فا والموظفة راكيرا وروفوريا وبيفطروا كيك سخن. وبتحكي راكيرا انها كانت محاربة ممتازة في استخدام الرمح والسيف والقوس، وانها كانت شبه الولاد جدا وهي صغيرة لحد ما كبرت والناس بقت تاخد بالها انها بنت من جمالها. وبتحكي روفوريا انها شخص مستقيم من الدرجة الاولى وان اهم حاجة عندها الشغل وبس. وبتكمل راكيرا ان روفوريا ما تقدرش تعدي يوم من غير ما يكون معاها فا. وبتسأل راكيرا كوتوني وبتقول لها انت ما، وبتحكي كل واحدة عن احلامها. وبتقول روفوريا انها نفسها تبقى مع الملك وتكون مستشارة ليه وياخد رأيها، وانها بتميل للجانب السياسي، وان ما كانش طموحها انها تشتغل في شركة العقارات دي، وان طموحها تشتغل في القلعة. وبتكمل بحسرة وبتقول ان محدش بيوصل للي هو عايزه. وقتها بتسأل كوتوني الطفلة فا وبتقول لها انت ليه هنا معاهم؟ فبترد روفوريا ان المدير اختارها علشان تكون معانا وتكون رمز للشركة. وبتكمل انها شخصية مزعجة جدا. بعدها بتروح راكيرا وبتقول انها هتروح تخلص على الوحوش وبتلبس لبس محاربين. في الوقت ده بيرن تليفون الشركة، فبتطلب روفوريا من كوتوني انها ترد على التليفون وان ده جزء من شغلها. فبترفع كوتوني سماعة التليفون وبترد، وبعد ما بتقفل بتعرف روفوريا وراكيرا انه شخص اسمه لونا بيستفسر عن عقار. فبتفرح روفوريا وبتقول ان لونا شخصية مشهورة وحكيمة، وانها تحاول تقرب منها لان لها علاقة بالمسؤولين الكبار والملك، وان دي فرصتها الوحيدة علشان تسيب الشغل ده وتوصل للي هي عايزاه. بعد شوية بتوصل الحكيمة شركة العقارات وبتقابلها روفوريا بحماس، وبتقول لها انهم في انتظارها من بدري. وبتسألها روفوريا ازاي تقدر تساعدها وانها في خدمتها، وبتاخدها وبتفرجها على كذا قصر علشان تختار منهم. ولكن الحكيمة لونا ما بيعجبهاش اي حاجة من اللي بتعرضها عليها روفوريا. في الوقت ده بتكون كوتوني بتبص على الحكيمة وهي سرحانة. وقتها بتعرض كوتوني على الحكيمة منزل قديم في الريف، فبتنبهر بيه الحكيمة وبتوافق عليه بحماس لانها تعبت كتير وبتدور على مكان هادي تسكن فيه. وهنا بتسأل روفوريا كوتوني هي ازاي عرفت ان الحكيمة بتميل للريف والزهور والاشجار. فبتقول لها انها خدت بالها منها وهي بتبص على الزهرة جوستاف الموجودة في الشركة. بيعدي
بيعدي الوقت وبيجي ميعاد النوم، بتكون ريفوريا وراكيرا بيتكلموا مع بعض قبل النوم، وبتكون كوتوني وفا في طريقهم هم كمان للنوم. تاني يوم بتصحى كوتوني اللي بتحكي انها سابت الريف وجت تعيش في المدينه، وان كده عدى اسبوع على شغلها في شركه ار بي جي للعقارات اللي بتديرها المملكه. في الوقت ده بتجيلها الطفله فا وبيخرجوا سوا وبيتفقوا انهم هيروحوا للعاصمه في اول يوم شغل، وبتكون كوتوني والطفله فا وروفوريا ماشيين في طريقهم، وبتحكي روفوريا بتوتر انها مبسوطه انها هتشوف الكاهنه الملكيه ساتونا ساما رئيسه الشركه، وان هي اكتر شخص بيعجبها وهي اللي جابت فا للشركه. وبتقول روفوريا لكوتوني انها لازم تاخد بالها لان دي رئيستهم، فبترد عليها كوتوني ان احسن حاجه انها تكون على طبيعتها. وبيكملوا طريقهم لحد ما بتظهر قدامهم القلعه، وبتاكد روفوريا على كوتوني انها لازم تكون مركزه لان هي اول مره تقابل ساتونا ساما، وان الانطباع الاول مهم. في اللحظه دي بتيجي ساتونا ساما من وراهم وبتنادي عليهم وهم واقفين على باب قلعه ملك الظلام، وبترحب ساتونا بيهم وبتسلم على كوتوني وبتقول لها انها ظريفه جدا. وبتنبهر كوتوني بشكل ساتونا ساما اللي بتمشي معاها في الطريق وبتبدا تعرفهم على القلعه. فبتسالها كوتوني عن الملاهي الموجوده في المكان، فبتحكي لها ساتونا ان قلعه ملك الظلام بعد ما اتهزم اتحولت لملاهي كبيره، وان في موظفين غير بشريين في المكان. وبتكمل كلامها وبتقول ان موجود جنب الملاهي بلد بيعيش فيها ناس كتير، وان في شركه للعقارات عايزاهم يشتغلوا فيها يجيبوا سكان ليها. وبتاخدهم ساتونا ساما لمكان غريب وضلمه، وبتقول لهم ان هو ده شركه العقارات اللي المفروض يشتغلوا فيها، وبيكونوا مصدومين من المنظر اللي بيشوفوه لان المكان صعب حد يرضى يعيش فيه. بنروح بعد كده لروفوريا وكوتوني اللي بيتكلموا وبيقولوا ان الاماكن او العقارات دي غريبه جدا وانهم صعب يقنعوا حد انهم يسكنوا فيها. وبنرجع تاني لشركه العقارات ار بي جي واللي بيكونوا وصلوا لها بالفعل، وبتكون راكيرا مجهده من كتر الشكاوي. في الوقت ده بتكون كوتوني وفا بيشربوا الشاي، فبيدخل عليهم عيله كبيره من غير البشريين، ولكن كوتوني مش بتعرف ازاي تتعامل معاهم لانها مش بتفهم لغتهم، ولكن فا حاولت تتكلم معاهم. وبيكون واضح من كلام الام الغير بشريه انها بتدور على مكان تقعد فيه هي واطفالها لانها مش عارفه تعيش مع البشر في مكان واحد. في اللحظه دي بتفكر فا في العقار اللي طلبت منهم ساتونا ساما انهم يحاولوا يلاقوا سكان ليه، وبتاخدهم كوتوني وفا للعقار القديم وبيبان عليهم انهم مبسوطين من المكان، فبتشكر كوتوني فا على فكرتها. وبنروح لساتونا ساما اللي بتكون مبسوطه وهي بتشوف عقود العقار وان كان عندها حق لما اختارتهم للشغل ده. بنرجع تاني لكوتوني واللي بيبان عليها الحزن وبتقول انها مش عارفه تنجز الصفقه اللي قدامها. في الوقت ده بتفتح سيده اسمها هوران عليهم الباب، فبترحب بها كوتوني وبتسالها هوران لو كانت لقت حد يسكن في القصر بتاعها زي ما طلبت، فبترد كوتوني بحزن وبتقول لها ان في الوقت ده مفيش حد عايز يقعد في القصر. وفي الوقت ده بتيجي فا وبتحاول تواسي السيده هوران، فبتصرخ روفوريا على فا وبتطلب منها تبعد عن الزبونه، لكن السيده هوران بتكون مبسوطه انها شافت فا، فبتسالها كوتوني هي ليه عايزه حد يسكن معاها في القصر، فبترد هوران انها عايشه فيه وحيده من لما مات جوزها، وان القصر مليان ذكريات بس هي حاسه بالوحده وعايزه حد يعيش معاها. فبتوعدها كوتوني انها هتبذل كل جهدها علشان تلاقي حد يسكن في القصر ده. وبتمشي السيده هوران، ولكن كوتوني بتكون حزينه بسبب شغلها، الا ان روفوريا بتغير الموضوع وبتقول انهم اتاخروا في الاحتفال بمجيء كوتوني معاهم، وانهم هيحتفلوا النهارده وهينسوا الشغل شويه، وبتدعوهم روفوريا انهم يروحوا بيتها علشان يحتفلوا مع بعض. بنروح لبيت روفوريا وراكيرا اللي بيكون متناسق بشكل جميل، وبتنبهر كوتوني من منظر وشكل البيت وبالوان الاساس الموجود فيه، وبتدي روفوريا لكوتوني ملابس من عندها علشان الحفله، ولكن بتبان انها ضيقه جدا عليها. اما راكيرا جهزت الاكل وبيبداوا الاحتفال وهم بياكلوا وبيشربوا مع بعض، وبتبدا روفوريا تسال كوتوني لو كانت اتاقلمت على وضع الشغل، فبتقول كوتوني انها بدات بس في شويه حاجات لسه مش عارفه تتعود عليها. ولكن في الوقت ده بيكون النوم غلب روفوريا، فبتقوم راكيرا وبتشيلها وبتطلب من كوتوني وفا انها تنام في غرفتها وانهم يقدروا يستعملوا الحمام. وبتكون كوتوني بتفكر في روفوريا وراكيرا وبتتكلم مع نفسها انهم قريبين قوي من بعض واكيد بيشاركوا بعض مشاكلهم وانهم عايشين في سكن واحد. في اليوم الثاني بتكون كوتوني واصحابها ماشيين في الطريق، وبتكون السيده هوران واقفه قدام باب القصر بتاعها واللي بيكون ظاهر ان في عدد كبير من السكان اللي عايزين يسكنوا فيه. وبتكون السيده هوران مبسوطه وبتشكر كوتوني على مجهودها، وبتشكر راكيرا كوتوني على فكرتها انها تجيب عدد كبير من صغار السن علشان يسكنوا في القصر وفي نفس الوقت تعيش معاهم السيده هوران، وانها فكره كويسه جدا. فبتقول لها ان كل ده بفضل مساعدتهم ليها وان هي مبسوطه جدا معاهم، وبتقول لهم انها بتحلم يكون عندهم قصر يعيشوا فيه كلهم سوا. بنرجع تاني لشركه العقارات واللي بتكون روفوريا ماسكه الصحيفه وبتشوف الاخبار اللي بتقول ان في كوارث هتحصل وان بدا يظهر تنين، فبتخاف كوتوني وبتقلق وبتتوتر راكيرا وبتقول ان دي اول مره تحصل من ساعه الحرب ما خلصت من 15 سنه. وبتكمل راكيرا وبتقول ان ساتونا ساما هتتابع كل ده بنفسها
نفسها وهتبعت جيش كبير. في اللحظة دي بتيجي فتاة اسمها ليلي بتسأل عن عقار او مكان تسكن فيه، فبتقول لها كوتوني ان هي هتاخدها في جولة علشان تتفرج وتشوف بنفسها. وفعلا بتاخد كوتوني الانسة ليلي وبتفرجها على كذا مكان وبتقول لها مزايا وعيوب كل مكان، ولكن بتكون ليلي ساكتة. فبتسألها كوتوني لو عندها اي شروط عن المكان اللي هي عايزاه، فبتقول لها ليلي ان الشروط اللي هي عايزاها صعب جدا تلاقيها. فبتوعدها كوتوني انها هتدور كويس ولو لقيت اي حاجة مناسبة ليها هتبلغها. وبترجع كوتوني على مقر الشركة وبتلاقي اصحابها بيتكلموا عن الاشباح، فبتخاف كوتوني. فبترد روفوريا بانها ما بتؤمنش بوجود الاشباح والحاجات دي، وبتقول راكيرا ان هي تقدر تقتل الاشباح كلهم وتحاربهم. نروح بعد كده لكوراندا واللي بيكون عنده شقة وعايز حد يسكن فيها، وبتروح كوتوني واصحابها لمكان الشقة علشان يعاينوا المكان، ولكن بتكون كوتوني واصحابها خايفين لان كوراندا اصلا ساحر والمكان شكله فعلا غريب. ولكن بتبان فا وهي مش خايفة، وبيقابلهم كوراندا صاحب الشقة واللي بتهجم عليها راكيرا معتقد انه احد الاشباح، لكنه بيفرجهم على المكان وبيقول لهم هو مش عارف ليه المكان ده بقى غريب وبتظهر فيه حاجات غريبة. فبيسألوه عن لو حصل فيه حاجة غريبة قبل كده، فبيتكلم بسهولة بان مات فيه اشخاص كتير. وهنا بتخاف كوتوني وبيهربوا كلهم بسرعة من الشقة. وبتسألهم روفوريا هيعملوا ايه دلوقتي، وهل هيكتبوا في الاعلان ان المنزل فعلا مسكون بالاشباح. بتعدي ايام على اليوم ده وفجأة بتيجي الانسة ليلي وبتسأل عن الاعلان اللي منتشر عن وجود مكان فيه ارواح، ولكن بتسألها كوتوني انها متأكدة ان هي تقدر تعيش في مكان فيه اشباح. فبتقول لها ليلي انها بتدور على مكان زي ده لان هي اصلا بتحضر ارواح وبترحب بالاشباح. وفعلا بياخدوها وبيروحوا للمكان المسكون، وبتكون ليلي سعيدة جدا بالمكان وانه هيساعدها تعمل اللي هي عايزاه وتحضر الارواح براحتها. وبترجع كوتوني واصحابها للشركة مرة تانية، وبيقرروا انهم لازم يروحوا تاني يطمنوا على الانسة ليلي ويشوفوا هي عايشة ازاي في مكان زي ده. وفعلا بيروحوا وبيلاقوها مبسوطة لانها قدرت تحضر ارواح على شكل دمى وخلتهم يتحركوا ويستقبلوا كوتوني واصحابها. تاني يوم بيصحوا من النوم وبتقرا روفوريا للمرة التانية ان ظهر تنين جديد وان الموضوع بقى صعب ويخوف، ولكن راكيرا بتكون مش مركزة معاها ومشغولة بالاكل، وبتطلب منها روفوريا انها تهتم شوية بالبلد وباللي بيحصل فيها وان اللي زيها يقدر يحارب التنين. وبتكمل روفوريا وبتقول انها ما عندهاش حاجة النهاردة وانها هترتاح شوية، وراكيرا بتفكرها ان هم عندهم دعوة يروحوا القلعة النهاردة. فبتصرخ روفوريا وبتجري بسرعة علشان تجهز نفسها. وفعلا بيروحوا الاربعة لقلعة الملك دالي اللي بتكون عليها زحمة كبيرة على باب القلعة. في الوقت ده بتظهر بنت اسمها سارة وهي واقفة مع صديقتها منى في شباك القلعة، وهم بيبصوا على الناس الكتيرة الموجودة تحت. فبتقول منى لسارة ان مشروع النقل العام بتاعها نجاح ومضمون، ولكن بترد عليها سارة بحزن وبكاء ان هم عندهم مشكلة كبيرة وان في غلط في الحسابات وان هم ناقص لهم رقمين للقوى السحرية اللي عايزينها. فبتسألها منى ان الرقمين دول علشان يجمعوهم هيحتاجوا قد ايه من الناس. فبترد سارة ان هم جمعوا 1000 شخص بس وانهم محتاجين 100,000 شخص كمان علشان المشروع ينجح. فبتقول لها منى ان ده مستحيل وان ساتونا سما مش هتعدي ده على خير وانها ممكن تعاقبها بالعصا. فبتقول لها سارة لو جت على العصا مش مشكلة، وبتقول سارة انها لازم تهرب قبل ساتونا سما ما تيجي. بنرجع تاني لكوتوني واصحابها اللي واقفين منتظرين على باب القلعة وبيتكلموا مع بعض عن نوع السحر اللي عند كل واحدة. فبتقول كوتوني انها تقدر تشعل النار وتلعب بيها في اي وقت، وبتجاوبها روفوريا انها تقدر تشفي اي جرح، وفعلا بتحط ايديها على جرح في وش كوتوني وبيشفى في ساعتها. اما راكيرا فبتقول ان هي ما عندهاش اي قوة سحرية بس هي عايزة تجرب. في اللحظة دي بيتفتح باب القلعة وبتبدأ كوتوني وزمايلها يدخلوا القلعة، وبتطلب منهم احدى الموظفات ان كل شخص يقيس القوة السحرية اللي عنده. فبتبدأ راكيرا اللي بيظهر ان هي ما عندهاش اي قوة سحرية، وبتكمل روفوريا وكوتوني. ولما جه الدور على فا الجهاز ما استحملش قوة السحر اللي عندها لدرجة انه انفجر في المكان. فبتيجي منى وسارة بسرعة على صوت الانفجار، فبيلاقوا الجهاز اللي فضلت ساتونا سما تشتغل عليه لمدة سنة اتفجر. فبتحكي موظفة المكان لسارة ان الطفلة فا حاولت تقيس قوة السحر الموجودة عندها فامتلى الجهاز بالكامل لدرجة انه انفجر. لكن بتقرب فا من سارة وبتعتذر لها عن اللي حصل، لكن بتكتشف سارة ان القوة السحرية اللي موجودة عند فا قدرت انها تساوي قوة سحرية ل100,000 شخص. فبتفرح سارة وبتتكلم مع كوتوني واصدقائها وبتطلب منهم يحافظوا على السر ده وبتسمح لهم يمشوا بدون عقاب. وبتظهر بعد كده سارة وهي مبسوطة وبتطير من الفرحة لان المشروع اكتمل والمشكلة اللي كانت خايفة منها عدت على خير. فبتسألها منى باستغراب هي ازاي سابت فا تمشي كده من غير حاجة وهي عندها قوة سحرية قد 100,000 شخص. فبتقول لها ان هي كان تفكيرها كله في المشروع والخوف من ساتونا سما. تاني يوم بتقرا كوتوني في الصحيفة ان المشروع نجح بالفعل وانهم لازم يروحوا في يوم الاجازة تاني، ولكن روفوريا كان واضح انها مشغولة وسرحانة بتفكر في حاجة بخصوص فا، وبتكون شاكة ان فا تنين صغير لان عندها قوة سحرية غريبة جدا، ده غير ان عندها ديل صغير وسميك. بنرجع تاني وبنلاقي كوتوني بتلاعب فا وبتاخدها في حضنها، ولكن روفوريا بتتسحب وبتلمس ديل فا، ولكن فا بتتخض وبتدفع روفوريا بعيد عنها
بشده. بيحاولوا بعد كده يطمنوا على روفوريا وبتعتذر لها فا عن اللي حصل منها، ولكن روفوريا بتطمنهم وبتقول لهم انهم لازم يبطلوا لعب ويركزوا في الشغل. في الوقت ده بتيجي زبونه للمكان وبتسالهم عن عقار تسكن فيه، وبتقول لهم ان معاها حيوان اليف، فبيرحبوا بيها في الشركه. فبتتصدم كوتوني واصحابها من شكل الحيوان لانه ضخم جدا لكنه بيقدر يطير. وبتعرفها الزبونه على نفسها اسمها توتو، والحيوان ده اسمه شيرو، وانها جت من الريف للمدينه علشان تشتغل موظفه استقبال في النقابه، وانها بتدور على مكان يكون كبير تقدر تعيش فيه هي وشيرو. فبترحب بيها كوتوني اكتر لما بتكتشف انهم من منطقه واحده في الريف، وبتوعدها انها هتعمل كل اللي تقدر عليه علشان تلاقي لها المكان اللي هي عايزاه. وبتاخدها كوتوني وبتفرجها على كذا مكان بس بيطلعوا مش مناسبين لانها متعوده ان شيرو ينام على سرير كبير علشان يقدر يفرد جناحه. فبتفقد كوتوني الامل انها تلاقي لتوتو وشيرو مكان مناسب يسكنوا فيه. فبتقول توتو انها هتضطر ترجع تاني لمنطقتها في الريف وهتستقيل من الشغل لانه مش هتقدر تعيش من غير شيرو. فبتعتذر لها كوتوني باسى لانها ما قدرتش تساعدها، وبتركب توتو على ظهر شيرو اللي بيطير بيها باقصى سرعه. ولكن في اللحظه دي بتفتكر كوتوني مكان عالي موجود في اعلى جبل وانه ينفع لتوتو وشيرو، فبتنادي عليهم باعلى صوت. وفعلا بترجع توتو وشيرو وبيروحوا المكان وبينبهروا بيه وانه كبير جدا ورخيص. بنروح بعد كده الروفوريا اللي بتكون بتتكلم مع زبون جديد وبيقول لها ان عنده بيت كبير قديم هيهدمه وهيبني مكانه مجمع سكن كبير، وانه عايز شركتهم تمسك الصفقه دي. ولما بتشوف روفوريا البيت بتتصدم وبتبص له باسى، وبترجع تاني للشركه وبتبلغ صحابها انها اتفقت على صفقه جديده ومهمه. فبتمسك راكيرا ورق الصفقه وبتتعصب على روفوريا وبتقول لها انها تنهي الصفقه دي وانهم مش عايزينها، ولكن روفوريا بتقول لها ان دي فرصه كويسه علشان تترقى، وبتسيبها راكيرا وبتمشي وهي متعصبه من كلامها. اما كوتوني كانت واقفه ومستغربه من اللي بيحصل وبتجري ورا راكيرا وبتسالها عن البيت ده. فبتعرفها راكيرا ان البيت ده اصلا كانت عايشه فيه روفوريا مع اهلها، وان اهلها كانوا تجار سلاح، وده كان بيخلي عيال الشارع كلهم يتنمروا على روفوريا ويرموها بالطوب، وان هي الوحيده اللي كانت بتدافع عنها. وبترجع روفوريا وراكيرا على البيت وبيتكلموا، وبتقول روفوريا انها عايزه تشتغل وتثبت نفسها علشان تقدر تدافع عن نفسها وعن راكيرا. فبتحضنها راكيرا وبتقول لها انها هتفضل العمر كله تدافع عنها، وبيحضنوا بعض وهم بيعيطوا. تاني يوم بتروح كوتوني للشركه وبتلاقي روفوريا وراكيرا بيفطروا وبيتكلموا سوا، فبتفرح لانهم اتصالحوا وبيكملوا الشغل. وبيجي اليوم الاجازه وبيقرروا الصحاب الاربعه انهم يتفسحوا في البحر، وبتقول لهم كوتوني انها لقت بيت حلو علشان يسكنوا فيه زي ما بتحلم. وبتاخدهم كوتوني علشان توريهم البيت، ولكنهم مش بيلاقوا اي اثر للبيت. فبتسالها روفوريا مين اللي قالك على البيت ده؟ فبتقول كوتوني ان في راجل عجوز عرض عليها البيت مجانا. فبتقول لها روفوريا انها اكيد عمليه نصب. وبيكملوا في طريقهم لحد ما بتسمع فا حد بيستغيث وبيطلب المساعده، وبيجروا بيلاقوا ان في سلطعون بحري مصاب. فبتحاول فا انها تساعده وبتساله عن لو في بيت قريب بالمواصفات اللي عارفينها. فبيقول لهم ان فعلا البيت ده كان موجود ولكنه تحت الميه، وانه ما يقدرش يقول لهم على طريقه لانه ممنوع للبشريين. فبيهددوا انهم هيقتلوه ياكلوه. فبيخاف السلطعون وبيقول لهم على الطريق. في الوقت ده بتقول كوتوني ان العجوز اداها صندوق وطلب منها انها تفتحه لما تعرف طريق البيت، وبتفتحه فعلا. فبتلاقي فيه 4 ازايز فيها رسايل، وبتقرا ورقه مكتوب فيها ان السائل اللي موجود في الازازه هيخليهم يعرفوا يتنفسوا تحت الميه. وفعلا بيشربوا الاربعه وبيقفزوا في الميه وبيمشوا ورا السلطعون اللي بيوصلهم لمكان البيت، وبيعرفهم ان البشريين ممنوعين من الوصول هنا لانهم كانوا بيحاولوا يصطادوا حريات البحر. وبيكمل وبيقول ان المكان ده مدفون فيه اخر حريه من حريات البحر. وبينبهروا الاربعه من منظر البيت، وبتعتقد كوتوني ان العجوز ده كان بيحب حريه البحر وكان بيقضي معاها وقته في البيت ده. فلما ماتت ما بقاش عنده سبب علشان يعيش فيه، وعشان كده قرر يسيب البيت بالمجان. بيعدي اليوم وبيرجعوا الاربعه للشركه، وبتكون كوتوني حزينه لانها كانت بتحلم تعيش هي واصحابها في بيت واحد. تاني يوم بيكون في زحمه ودوشه في طريق كوتوني للشركه. فبتسال كوتوني عن سبب الزحمه دي. فبتقول لها روفوريا ان التنين هاجم على بلد قريبه منهم ودمرها، وان لحسن الحظ مفيش حد مات ولكن ناس كتير اتصابت وراحوا المدينه، وان المملكه كلها بتدور عليه. في اللحظه دي بيدخل التنين وبيهجم على المكان وعلى الصحاب الاربعه، وبيطلب منهم انهم يوفروا له مكان كبير يعيش فيه والا هيموتهم ويدمر المكان. وبينتشر الخوف والرعب بينهم، بس من خوفهم بيحاولوا يدوروا له على مكان يسكن فيه ولكن مش بيعجبه حاجه. فبتقرر راكيرا انها لازم تهجم عليه وان البطل مش لازم يخاف. وبتطلع راكيرا السيف بتاعها وبتهجم عليه، ولكن بتلاقي ان الوحش اللي قدامها بيتحول لحيوانات صغيره. فبيندهش الصحاب الاربعه وبيسالوهم ليه عملوا المقلب ده. فبتجاوب الحيوانات انهم مش لاقيين مكان يعيشوا فيه، وان الحاجه الوحيده اللي يقدروا يعملوها انهم يتشكلوا في اي حاجه. فبتفكر كوتوني وبتطلب منهم يتشكلوا في صوره ادوات نظافه علشان ينظفوا البلد اللي هجم عليها التنين ويزيلوا الدمار منها، وبمقابل ده هي هتساعدهم وتديهم سكن مناسب. وبيتكلم حيوان منهم مع فا اللي بتفهم لغتهم، وبيقول لها ان هي عندها قوه سحريه ما كانش حد بيتمتع
يتمتع بها غير ملك الظلام. بيجي بعد كده وقت النوم وبنروح لكوتوني اللي بتطلب من فا انهم يناموا سوا، فبتفرح بكده. تاني يوم بتصحى كوتوني على صوت التليفون، فبترد وبتلاقي روفوريا بتطلب منها انها ما تجيش على الشركه النهارده وانها تقابلها عند بوابه القلعه. وبتروح كوتوني وفا للقلعه وبتقابل راكيرا وروفوريا، واللي بيبان ان المكان مليان بالكثير من الناس. في اللحظه دي بتيجي ساره ومنى وبيتكلموا معاهم وبيفهموهم ان الناس دول من اللاجئين من القريه اللي هجم عليها التنين ودمرها، وبتطلب منهم انهم يلاقوا مكان للناس دي. فبتسالها روفوريا عن ساتونا ساما، فبترد ساره بان هي موجوده خارج البلده لانها بتحارب التنين. وبتسمع كوتوني الناس وهم بيتكلموا جنبها عن التنين وبيوصفوه بانه حيوان ضخم وانه قدر يدمر المدينه في ليله واحده وان هم مالهمش ذنب في ده كله. في اللحظه دي بيتخانق واحد من الناس مع حيوان غير بشري، وبتيجي فا وبتتكلم مع الحيوان وبنفهم انه عاوز يحفر الارض لانه بيقدر يعرف الاماكن الموجود فيها كنوز تحت الارض، وان المنطقه اللي واقف عليها عباره عن مكان اثري. وفعلا بيحفر وبيظهر باب مقبره تحت الارض، فبينزلوا الصحاب الاربعه ومعاهم الحيوان، وبيكون المكان كبير جدا لكنه شديد الظلام. فبيشعل احد الاشخاص الضوء، وبتفكر كوتوني انهم ينزلوا الناس في المكان ده علشان يرتاحوا من التعب. بتيجي ساره بعد كده وبتشكر كوتوني واصحابها لانهم قدروا يساعدوها ويلاقوا مكان مؤقت للاجئين. بنرجع بعد كده لكوتوني وفا واللي بيكونوا رجعوا البيت علشان يرتاحوا، فبتطلب فا من كوتوني انهم يناموا سوا لانها خايفه وبتحس انها بتروح اماكن ما تعرفهاش وهي نايمه. تاني يوم بتروح كوتوني وفا على الشركه كالعاده، وبيلاقوا زبونه اسمها بولا واللي بتطلب منهم انها عايزه عقار تسكن فيه لانها سابت المكان اللي كانت ساكنه فيه لانها بتحب دايما تغني، لكن الجيران كانوا بيكرهوا غناها وبيقولوا ان صوتها نشاز. وبتطلب بولا عقار يكون قريب من وسط البلد لانها بتشتغل في مطعم في وسط البلد وعايزه السكن يكون قريب منها. وبتبدا بولا تغني لهم، فبيتاكدوا ان الجيران كان عندهم حق وان صوتها نشاز وصعب اي حد يستحمله، وبيحاولوا يدوروا على مكان يناسبها ويكون مش مضر للجيران. فبتقول راكيرا ان في قلعه مناسبه جدا وانها اصلا مكان مزعج ولكنه بعيد شويه عن وسط البلد، فبتوافق بولا لو مش بعيد قوي عن مكان شغلها. وبيروحوا كلهم على القلعه اللي بتتكلم عنها راكيرا واللي بتكون كبيره جدا، فبتفرح بها بولا وبتجري فيها بسعاده، ولكن بيبان ان المكان مليء بالوحوش اللي بترفض وجود البشر في القلعه وبتحاربهم. وبتبدا بولا تغني في المكان ولكن الوحوش بينزعجوا من صوتها المزعج، وبيضطر احد الوحوش انه يسرق منها بسحر صوتها المزعج ويديها صوت جميل. وبتجمع كوتوني كل اللاجئين وبتخليهم يعيشوا في القلعه الضخمه، وبينتهي المشهد وبولا بتغني بصوتها الجميل وبتغني معاها كوتوني وبيبان الكل سعيد وفرحان. بنروح بعد كده لفا اللي بتطلب من كوتوني انها تلعب معاها، لكن كوتوني بتقول لها ان وراها شغل كتير، فبترد فا انها خلصت 3 صفقات النهارده. فبتتصدم كوتوني وبتقول بحزن انها تعرضت للتوبيخ من زبون عرضت عليه عقار فاضي بقاله فتره، فبترد عليها روفوريا انهم هيساعدوها. فبتفرح كوتوني وبيروحوا الاربعه للعقار لكنهم بيستغربوا من كميه الابواب الموجوده فيه. بيكملوا طريقهم في البيت لحد ما بتفتح كوتوني غرفه المعيشه، فبتجري فا وبتقعد على كرسي موجود فيه، لكن فجاه بيتفتح الحيط اللي ورا الكرسي وبيدخل الكرسي في الحيطه وبتختفي معاه فا. فبينادوا عليها اصحابها بقلق وبترد عليهم فا وبتقول لهم ان المكان ضلمه وانها بخير، وبيخافوا انهم يفتحوا اي باب تاني، لكن روفوريا بتتشجع وبتفتح باب، لكن بيكتشفوا انه بيخرجهم بره البيت. في اللحظه دي بيفتكروا فا وانها لسه جوه وبيسمعوا صوتها وهي بتنادي عليهم، وبتحاول فا انها تستخدم قوتها السحريه في اضاءه المكان لكنها بتشعل الحريق في المنزل، وبيحاولوا اصحابها انهم ينقذوها. وبتقدر راكيرا انها تخبط الحيط برجلها وتكسره، وبتتاكد ساعتها انها بقى عندها قوه سحريه جديده. وبيوصلوا لفا اللي بتكون فاقده الوعي، فبيشيلوها وبيطلعوا بره البيت بسرعه. في الوقت ده بيجي صاحب العقار وبتقول لكوتوني وهي بتعيط انها فشلت انها تلاقي مستاجر للمكان، وغير كده كمان هي اتسببت في حدوث حريق في المنزل. فبيطمنها صاحب المنزل وبيقول لها ان البيت كده كان محتاج ترميم، وبتكون ظهرت حفره في الاوضه اللي كانت محبوسه فيها فا. فبتنزل كوتوني للحفره هي واصحابها وبيكتشفوا كنز كبير من المجوهرات والذهب. وبتيجي ساره ومنى اللي بيشكروا كوتوني واصحابها لانهم اكتشفوا المكان ده لان المنزل كان بيعيش فيه مجموعه من اللصوص، وده بيفسر كميه الابواب اللي صنعوها اللصوص في البيت. بيخلص اليوم وبيرجعوا الاربعه على بيوتهم، وبتكون كوتوني وفا بيتكلموا وبتقول لها فا انها اشتغلت بكل طاقتها النهارده، فبتشكرها كوتوني. تاني يوم بتوصل كوتوني وفا الشركه كالعاده، وبتسالها روفوريا هتعمل ايه في اجازتها الطويله اللي هتاخدها لاول مره الاسبوع الجاي. فبتجاوبها كوتوني انها هتطلب اجازه وتروح تزور اهلها، وبتعيد عليهم كوتوني نفس السؤال، فبيرد انهم مش محتاجين ياخدوا اجازه علشان يزوروا اهلهم لانهم قريبين منهم وبيروحوا لهم في اي وقت. بتبان في اللحظه دي فا وهي حزينه وبتقول انها هتبقى وحيده من غير كوتوني، فبتتاثر كوتوني وبتفتكر ان فا ما عندهاش اهل علشان تزورهم. فبتطلب كوتوني من فا انها تيجي معاها عند اهلها في الريف. وبيعدوا اسبوع وبتكون كوتوني وفا في طريقهم لاهل كوتوني، وبيبان ان السفر طويل جدا ومرهق على فا، ولكن المكان بيكون هادي جدا. وبينزلوا من القطر وبيجي حيوان كبير بيقدر يطير، وبيقابل كوتوني وفا
وهو سعيد وبياخدهم على ظهره لحد البيت، وبتقابل كوتوني ابوها وامها بفرحه، وبتسلم كوتوني على اخواتها التوأم وبتعرفهم على فا، لكن اخواتها بيكونوا منزعجين من وجودها مع اختهم. بيروحوا بعد كده وبيتناولوا الطعام، وبيبداوا الاختين يخوفوا فا وبيتحدوها لو تقدر تجيب عشب ضوء القمر الموجود في الغابه لان فيها وحش مخيف. وبتروح كوتوني وفا علشان يناموا ويرتاحوا من السفر الطويل، وبتقول لها كوتوني ان اخواتها مزعجين وانهم بيحاولوا يخوفوها بس مش اكتر، وانها تنسى موضوع عشب ضوء القمر ده. في الوقت ده بتكون الاختين التوأم بيتكلموا هم غيرانين من فا ومن اهتمام اختهم الكبيره بيها، لكنهم بيشوفوا فا من الشباك وهي راكبه على ظهر الحيوان الطائر وفي طريقها للغابه المخيفه علشان تلاقي عشب ضوء القمر زي ما قالوا لها. فبيحاولوا يلحقوها وبيروحوا وراها لكنهم بيلاقوها على الارض، فبتنادي عليهم فا وبتقول لهم انها وصلت لعشب ضوء القمر، لكن في اللحظه دي بيظهر حيوان ضخم ومخيف فبتخاف الاختين منه، ولكن فا بتقول لهم انه حيوان لطيف جدا وانه بيحارب اي حد يحاربه وانه حيوان مش عدائي وبيحاول يحمي المكان. وبتفضل فا والاختين التوأم موجودين في المكان لحد الشمس ما بتبدا تظهر علشان يقدروا يقطفوا العشب في الضوء، ولكن الاختين التوأم بيسالوها ليه هي جازفت بحياتها علشان تجيب لهم عشب ضوء القمر، فبترد بضحكه علشان تكافئهم على الاكل الحلو اللي اكلته عندهم. وبيتاكدوا الاختين دلوقتي ليه اختهم بتعامل فا المعامله دي. وبنرجع تاني لبيت كوتوني واهلها واللي بيكون الجميع سعيد باللي عملته فا، وبيبداوا كلهم يغنوا اغنيه كوتوني وفا المفضله. وبتخلص الاجازه اللي اخدتها كوتوني وبتكون هي وفا في طريقهم للعوده للشركه مره تانيه، وبتسال كوتوني فا عن احساسها وهي في بيت اهلها، فبتقول فا انها كانت مبسوطه جدا وانها بتحب عيلتها كلها. وبيجوا الاختين التوأم علشان يودعوا كوتوني وبيسالوها عن اجازتها الجايه وانهم بيحسوا بالوحده طول الوقت وهي مش هنا. وبترجع كوتوني وفا للشركه مره تانيه وبيسلموا على روفوريا اللي بتقول لهم انهم شكلهم انبسطوا بالاجازه وانهم لازم يرجعوا للشغل بسرعه ويركزوا. وبينزلوا الصحاب الاربعه للسوق علشان يشتروا شويه حاجات تخص الشغل، ولكن في الطريق بتشوف كوتوني فستان في محل وبتقول انه هيبقى حلو على فا، لكن فا بترد وبتقول ان لبسها عاجبها وانها مش عايزه غيره. لكنهم بيدخلوا محل الملابس وبتجرب فا الفستان وبيكون جميل عليها، ولكن الديل بيكون عامل مشكله في كل لبسها. وبتجربوا كوتوني وبيستمتعوا الاربعه بوقتهم وبيجربوا كذا حاجه من المحل وهم مبسوطين، ولكن بعد ما بيقرروا انهم بيشتروا الفستان بيكتشفوا ان سعره غالي جدا عليهم، فبيهربوا من المكان بسرعه وبيكونوا ماشيين في طريقهم وراجعين لمقر الشركه. وفي الوقت اللي بتكون فيه كوتوني بتتكلم مع روفوريا عن اللبس في الشركه بتيجي زبونه شكلها غريب جدا ومغطيه معظم وشها، فبتسالها كوتوني ازاي تساعدها، فبتقول لها انها بتدور على عقار يكون بعيد عن الانظار ومن غير شبابيك، فبيستغربوا من طلبها وبيسالوها لو كانت ساحره او مجرمه وهربانه من حاجه، فبترد الزبونه انها مجرد تلميذه عاديه وان اسمها تاشا وعندها 13 سنه، فبيندهشوا انها عايشه لوحدها في السن ده. وبتطلب منهم تاشا انهم يلاقوا لها المكان في اقرب وقت قبل ما حد يكتشف السكن بتاعها، فبيقولوا لها انها اكيد هربانه من حاجه، فبترد عليهم تاشا بعصبيه انها مجرد تلميذه وبس. وبياخدوها فعلا وبيفرجوها على مكان واللي بيكون عباره عن مخزن تحت الارض، فبيعجبها انه من غير شبابيك ولكن بيكون ليه مدخل واحد وانه هيكون سهل ان اي حد يوصل لها. وبياخدوها يفرجوها على مكان تاني وبيكون تحت الارض برضه، ولكن الدخول فيه بيكون صعب لانه مليان بالوحوش وانها لازم في كل مره علشان توصل لاوضتها انها تحارب الوحوش دول، فبترفض تاشا المكان. في اللحظه دي بتكون فا بتلعب مع فراشه فبتخبط في تاشا وبتوقعها على الارض، فبيبان انها لابسه ملابس غاليه جدا، فبتكشف تاشا عن وشها وبتقول لهم انها نجمه شهيره جدا في الغناء وانها مش بتعرف تتحرك في اي مكان بسبب الزحمه وبسبب شهرتها الكبيره جدا، عشان كده بتدور على مكان تسكن فيه. فبيتصدموا من اللي بيسمعوه، فبتسالها كوتوني عن فستانها الجميل، فبتقول تاشا ان هي عندها 100 فستان من اللبس الغالي ده، فبيتصدموا من الرقم اللي بالنسبه لهم مستحيل. وبياخدوها بعد كده لشقه في برج عالي جدا وبيقولوا لها ان المكان هنا امن وعليه حراس كتير تقدر تحميها وان احسن لها انها تعيش في مكان نظيف بس يكون امن بما انها غنيه، فبتوافق تاشا وبتشكرهم. وبنيجي لليل وبتكون كوتوني نايمه لكنها بتصحى على صوت عالي جدا وبيكون البيت بيهتز، فبتدور على فا ما بتلاقيهاش جنبها، فبتخرج كوتوني وبتسمع الناس بيتكلموا ان في تنين هجم على مكان قريب منهم وان النار بتقرب منهم جدا، فبتجري كوتوني وبتدور على فا اللي بتلاقيها واقعه على الارض وسط النار، فبتشيلها كوتوني وبترجع بيها تاني على البيت. وتاني يوم بتروح كوتوني وفا على الشركه فبتقابلهم روفوريا وبتسالهم عن اللي حصل في الليله اللي فاتت، فبترد كوتوني انها كانت نايمه هي وفا وانها ما حسيتش باي حاجه، فبتعرفهم روفوريا ان التنين هجم على منطقه قريبه منهم بس الاضرار كانت قليله لانها منطقه جبليه. وبتعتذر روفوريا من فا لانها كانت شاكه ان فا ليها علاقه بالتنين وباللي حصل، فبتقول لها فا انها مش هتسامحها الا لما تشتري لها كعكه كبيره من اللي بتحبها، فبتوعدها روفوريا انها تجيبها لها. وبتكون روفوريا بتقرا في الصحيفه اللي بيكون منتشر فيها اخبار النجوم وبتقول ان دولتهم غريبه لانها سايبه التنين ومهتميه بالنجوم. في اللحظه دي بتيجي زبونه جديده للمكان اسمها كاسا وبيكون معاها بلوره مدوره بتقدر تعرف بيها المستقبل، فبيستقبلوها الصحاب الاربعه وبيطلبوا منها تشوف لهم مستقبلهم، فبتقول ان راكيرا حظها هيكون سيء النهارده لانها لابسه ملابس لونها احمر. وفعلا بعد شويه بتقع راكيرا على الارض وبيتاكدوا من كلام كاسا، وبتكمل كاسا وبتقول لهم انها محتاجه عقار تسكن فيه وان البلوره دي هتساعدهم علشان تختاروا افضل مكان تعيش فيه. وفعلا بتقول
لهم كاسا ان البلوره اختارت العقار رقم 38 من الكشف، وبيتصدموا الاربعه من اختيار الاوضه دي لانها بتبان انها قديمه جدا ولا تصلح للسكن بالذات للنساء. فبتقول لهم كاسا انها عايزاها لان البلوره اختارتها وانها هتكون ليها حظ حلو فيها، وبتدخل كاسا تتفرج على الاوضه لكنها بتتخبط وبتقع في الدور اللي تحتها، وبينقذها شاب وسيم من الجيران وبيقعوا في حب بعض، وبترجع كاسا وبتشكرهم لكن بتطلب منها تشوف لها المستقبل. فبتحاول كاسا لكن بتقول لها ان البلوره مبينه ضلمه بس، وان دي اول مره تحصل معاها، وان ممكن تكون فقدت قوتها السحريه، وبتسيبهم كاسا وبتودعهم وبتمشي. بنبدا يوم جديد في الشركه وبتكون روفوريا بتتكلم مع اصحابها وبتقول لهم ما بقاش قدامهم غير صفقه واحده بس علشان يوصلوا لهدفهم وياخدوا اجازه، وبتطلب منهم انهم لازم يشتغلوا ويخلصوا علشان هيحتفلوا وهيسافروا لجزيره في الجنوب. بيروح المكان عقار علشان يتفرجوا عليه قبل ما يعرضوه عندهم في الشركه، واول ما بيوصلوا بيلاقوا يافطه مكتوب عليها انهم لازم في البدايه ياخدوا حمام في بئر مليان بالماء الساخن، وفعلا بينفذوا المطلوب وبيتمتعوا بالميه. لكن لما بيخرجوا مش بيلاقوا ملابسهم وبيلاقوا يافطه جديده مكتوب عليها انهم يلبسوا ملابس تانية كانت موجوده، وبيكملوا طريقهم وبيلاقوا يافطه تانية مكتوب فيها انهم يدهنوا جسمهم بالكريم الموجود جنبها، وبينفذوا كل المطلوب وهم مندهشين من اللي بيحصل ومش عارفين فيه ايه، لحد ما بيوصلوا عند اخر يافطه مكتوب عليها انهم يغسلوا جسمهم بالسائل الموجود في الازازه واللي بيكون عباره عن مشروب خاص بالقطط. وفي اللحظه دي بيظهر قط ضخم جدا ومعاه مجموعه من القطط اللي بتحاول تلعب معاهم، ولكن القط الكبير بيفهمهم انهم ما يخافوش وانه عمل كده لان الناس بطلت تيجي المكان ويلعبوا فيه. فبتفهموا كوتوني ان اللي عمله ده غلط وانها هتساعدهم تخلي الناس يجوا يتفسحوا عندهم. وبعد اسبوع فعلا بنلاقي المكان مليان بالمغامرين، وبتكون القطط مبسوطه من ده، وبتكافئهم القطه الكبيره وبتديهم تذاكر مجانيه علشان يجوا المكان ويستمتعوا في اي وقت. فبيفرحوا وبينزلوا البير المليان بالماء الساخن، وبتقول لهم روفوريا انها كانت فاكره انهم ضمنوا صفقه جديده ووصلوا للهدف، لكن بتكمل ان لسه معاها وقت لحد اخر الشهر. وبيسمعوا في اللحظه دي بنتين جنبهم بيتكلموا عن مهرجان الالفيه السنوي وانه هيكون النهارده. فبتقول لهم روفوريا انها كانت عارفه. بيرجعوا الاربعه وبيجهزوا علشان يروحوا المهرجان، وبتقول روفوريا انهم متعودين كل سنه يحضروا المهرجان وان كل واحد فيهم يكتب امنيه نفسه فيها ويرميها ناحيه السماء. وبيعملوا الاربعه كده وبتكتب كل واحده امنيتها، ولكن كوتوني بتكتب امنيات كتيره قوي لدرجه انها بتكتب على الورقه من الخلف. اما فافا بتقول لهم انها جعانه وبيروحوا فعلا علشان ياكلوا من العربيات الموجوده في المكان. في اللحظه دي بتظهر قدامهم طفله صغيره بتعيط، فبيسالوها عن ابوها وامها، فبتقول لهم انها ما تعرفش وانها تايهه. فبيتاثروا بها وبياخدوها علشان يدوروا معاها على ابوها وامها. فبتسالهم الطفله عن الناس الموجودين في المكان وعن اللي بيعملوه، فبتفهمها كوتوني انهم بيكتبوا امنياتهم وبيقولوا لها انها تكتب امنيتها علشان تتحقق. فبتقول لهم انها هتكتب امنيتها وترميها ناحيه السماء علشان ابوها وامها يشوفوها. فبيفهموا الاربعه ان ابوها وامها ميتين وبتصعب عليهم وبياخدوها في حضنهم. لكن البنت بتجري مره واحده وبتكون متوجهه نحو جبل عالي قريب من السماء، وبيكون الاربعه بيجروا وراها، لكنهم بيكتشفوا انها بتشاور على قصر جميل جدا موجود اعلى غيمه في السماء. وفجاه بتيجي من القصر ده ملكه بتقدر انها تطير وبتاخد البنت في حضنها وبتقول لها انها بتدور عليها وانها عرفت مكانها لما شافت الامنيه بتاعتها. كل ده وبيكون الاربعه واقفين مصدومين من المنظر اللي قدامهم. فبتطلب منهم الملكه انهم يحفظوا السر وبتعرفهم على نفسها وبتكافئهم وبتحقق لهم امنياتهم علشان هم ساعدوا بنتها ووصلوها ليها. فبيفرحوا الاربعه ان امنياتهم اتحققت وبيطيروا من الفرحه. لكن روفوريا بتندم وبتقول انها كان لازم تكتب امنيه كبيره جدا طالما هتتحقق السنه دي، وانها كان لازم تكتب انهم هيحققوا الهدف بتاعهم في الشغل مثلا علشان ياخدوا الاجازه. في اليوم الثاني بتصحى كوتوني من النوم لكنها بتكتشف ان فا مش نايمه جنبها، وبتروح كوتوني على مقر الشركه وبترحب بيها روفوريا اللي بتقول لها انهم لازم يحققوا صفقه النهارده علشان يوصلوا للهدف بتاعهم. فبتدخل كوتوني وتغير هدومها وبتلبس طقم الشغل، وهي بتفكر في فا وبتحاول تقنع نفسها انها كويسه. لكن روفوريا وراكارا بيسالوها عن فا واللي بيتوقعوا انها تعبانه ونايمه. فبتقول لهم كوتوني انها لما صحت من النوم ما لقيتش فا جنبها. فبتفكر راكارا انها ممكن تكون خرجت تتمشى وانها هترجع تاني، لكن كوتوني بتقول لها انها دورت عليها في كل حته وما لقيتهاش. فبتسالها روفوريا لو كانت مخبيه عنهم اي حاجه وانها لازم تقول علشان يقدروا يساعدوها. فبتقول لهم كوتوني ان الليله اللي هجم فيها التنين على المنطقه الجبليه القريبه منهم كانت فا مش في سريرها، وانها صحيت من النوم ودورت عليها ولقيتها في وسط النار والدمار مرميه على الارض. وبتكمل كوتوني وبتقول ان فا يومها ما كانتش فاكره اي حاجه من اللي حصل. فبتقول لها روفوريا انها شاكه ان فا ليها علاقه بالتنين وبالدمار اللي بيحصل في المدينه. وبتقول كوتوني انها حاولت توصل لساتونا ساما علشان تتكلم معاها بخصوص فا، بس لقيتها خارج المدينه بتحارب التنين. في اللحظه دي بتدخل زبونه الشركه وبتسالهم عن عقار تسكن فيه، فبترحب بيها روفوريا وبتقول لهم انهم لازم يركزوا في الشغل علشان يحققوا الهدف ويبقوا فاضيين يدوروا على فا براحتهم. وبتسال روفوريا الزبونه عن مواصفات العقار اللي هي عايزاه، فبتقول لها الزبونه ان العقار بتاعها اتهدم الليله الماضيه بسبب عطسه من جارها. فبتتصدم كوتوني من ان عطسه تقدر تهدم بيت. وبتكمل الزبونه ان البيت بتاعها كان مصنوع من الخشب وان ليه اكتر من 280 سنه. بيستغربوا من اللي بيسمعوه لان معروف ان صلاحيه البيت المصنوع من الخشب 30 سنه. وبتملى الزبونه بياناتها وبيظهر ان اسمها ايسانا، لكن روفوريا بتتصدم لما بتقرا سن الزبونه وان عندها 840 سنه. فبتقول لها ايسانا انها برغم سنها ده الا انها عندها طاقه ونشاط وحاسه انها لسه شباب. وبتطلب منهم انهم
انهم يدوروا بسرعه على مكان تسكن فيه، وبتعرفهم انها بتشتغل مؤرخه في القلعه تبع المملكه وانهم هيتكلفوا بكل مصاريف السكن، فمش فارق معاها السعر. في اللحظه دي بتشعر روفوريا بالغيره لان نفسها تشتغل في القلعه من زمان، وفعلا بياخدوها وبيفرجوها على منزل موجود في جذر شجره، وان الشجره دي هتفضل موجوده لحد العالم ما ينتهي. وبيعجب البيت إيسانا بشده، فبتطلب منها راكيرا انهم يرجعوا تاني للمكتب علشان يخلصوا الورق والعقود. وبتشكر روفوريا كوتوني لانها قدرت تلاقي طلب الزبونه بسرعه، وبكده يكونوا وصلوا للهدف بتاعهم ويقدروا ياخدوا الاجازه بتاعتهم. لكن في اللحظه دي بتعيط كوتوني بشده لما افتكرت فبتسالها إيسانا عن عياطها، فبتحكي لها كوتوني ان صديقتها اختفت النهارده الصبح، فبتسالها إيسانا عن مواصفاتها وانها ممكن تساعدها. فبتحكي كوتوني انها نص بني ادم ونص حيوان، وانها بتقدر تتكلم مع البشر وغير البشر، وانها عندها ديل. فبتتصدم إيسانا وبتقول لها ان المواصفات دي تشبه نفس مواصفات ملك الظلام اللي البشر هزموه من 15 سنه، وانه هو الوحيد اللي كان بيقدر يفهم لغه البشر وغير البشر. في اللحظه دي بتتاكد روفوريا من شكها وان ممكن تكون هي التنين بشكل كبير. وبتكمل إيسانا ان لو هي ملك الظلام وانه رجع تاني علشان ينتقم من البشر، فده بيفسر ظهور التنين وكميه الحوادث والدمار اللي بتحصل في المدينه في الفتره الاخيره. فبتقول لها كوتوني وهي بتعيط ان شخصيه طيبه جدا وانها ملهاش علاقه بالتنين ولا بملك الظلام. فبتقول إيسانا ان ممكن يكون حد هو اللي بيتحكم في عقلها. فبتقول روفوريا ان ساتونا ساما كانت لاقياها في الغابه وهي صغيره، فبتنصحهم الزبونه إيسانا انهم يتكلموا مع ساتونا ساما. لكن روفوريا بتقول انهم لازم يدوروا على ويسلموها للجيش الملكي لانها ممكن تكون التنين اللي هاجم المدينه، او احتمال كبير تكون ملكه الظلام بنفسها. فبتقول لها كوتوني بعصبيه ان مش ممكن انهم يبلغوا عن وان مستحيل تكون هي التنين. ولكن راكيرا بتحاول تهديهم وتقول لهم انهم لازم يهدوا علشان يفكروا كويس. وبتسيب كوتوني اصحابها وبترجع لبيتها وهي سرحانه، لكنها بتتصدم لما بتلاقي مرميه على الارض قدام السكن ونايمه. فبتفرح كوتوني وبتجري عليها وبتحضنها وبتاخدها وبتطلع لاوضتهم. لكن بتقول لها انها مش عارفه هي كانت فين، وبتقول لها انها جعانه جدا. فبتقوم كوتوني بفرحه وبتحضر لها كل الاكل اللي بتحبه. في اللحظه دي بتتصل روفوريا وبتسال كوتوني لو كانت رجعت السكن، لكن كوتوني بتقول لها بتوتر ان ما رجعتش لحد دلوقتي وانها ما تعرفش عنها حاجه. فبتستغرب وبتسالها هي ليه بتكذب على روفوريا بخصوصها، ولكن كوتوني بتطمنها وبتقول لها ان مفيش حاجه. وبتكون كوتوني مشغوله وبتدور على طريقه تخبي بيها علشان روفوريا ما تبلغش عنها وتسلمها للمملكه. ولكن بتكون روفوريا وصلت لبيت كوتوني واتكلمت مع وقالت لها على كل حاجه وانها ممكن تكون التنين اللي هجم المدينه. فبتقول لها كوتوني ان ده مستحيل وانها مش ممكن تاذي حد وان روفوريا بتكذب. لكن روفوريا بتقول لها ان الكاميرات جابت وهي موجوده في مكان الدمار اللي فيه تنين، وبتوريهم صورتها في الصحيفه. في اللحظه دي بتوصل ساره ومونا والزبونه إيسانا ومعاهم عدد من الجنود، وبتعتذر لهم إيسانا لانها بتشتغل في المملكه وانها ما تقدرش تخبي حاجه زي دي، عشان كده هي بلغت عن وبيجري الجنود وبيمسكوا وبتقول لها مونا انها افتكرتها وان هي اللي ساعدتهم في المشروع وان عندها قوه سحريه قد 100,000 شخص. وبتحاول كوتوني تمنعهم يمسكوا لكن ساره بتهددها ان لو حد تعرض لهم هتكون نهايته. ولكن بتتكلم وبتطمن كوتوني وبتقول لها انها مش زعلانه لان الحبس عندها اهون من انها تكون سبب في اذيه الناس. وبتمشي مع الجنود وبتكون في طريقها للسجن. وفي الوقت ده بتكون كوتوني بتعيط بشده ومنهاره وبتفتكر كل ذكرياتها مع وهي بتغني لها. وبتقول لاصحابها ان كانت دايما بتحاول تصالح بين الناس وتخليهم يعيشوا في سلام وان مستحيل تكون هي التنين. وبتجري وهي منهاره وبتقول انها هتنقذ وبنروح اللي بتكون في طريقها للمملكه. وبتكون ساره ومونا بيتكلموا بان ده هيكون انجاز عظيم ليهم لو فعلا طلعت هي التنين. ولكن في اللحظه دي بيخرج من تحت الارض تنين كبير ومخيف وبيهجم على الجنود وعربيه اللي بتكون في الوقت ده فرحانه انها مش التنين اللي بيأذي البشر. وبتظهر كوتوني في الوقت ده وهي مع توتو على ظهر شيرو وبينقذوا وبتحضنها كوتوني اللي بتقول لها انها كانت متاكده انها مستحيل تكون التنين، فبتشكرهم انهم انقذوها. في اللحظه دي بيكون التنين بينشر النار في كل مكان، وبيكون ظاهر ساحره شريره هي اللي بتتحكم في التنين وبتتكلم وبتقول كلمات غريبه. بنرجع تاني للشركه وبتكون راكيرا بتتكلم مع روفوريا وبتقول لها انها خايفه ان كوتوني تعارض قرار المملكه ويقبضوا عليها هي كمان. فبتقول لها روفوريا ان كوتوني كان عندها حق وانهم لازم يروحوا لها علشان يساعدوها وينقذوا بنرجع تاني للتنين واللي بيهجم على المدينه وبينشر النار في كل مكان. وبتحاول ساره ومونا انهم يواجهوه لانهم لو ما عملوش كده ساتونا سما هتعاقبهم اكتر منه. وفعلا بتهجم ساره على التنين لكن ما بتاثرش فيه حاجه وبيسقطها على الارض. وبيحاول الجنود انهم يهجموا عليه لكن ما بيتاثرش برضه لان الساحره الشريره بتكون مستمره في التعويذه اللي بتقولها. وبنروح لكوتوني اللي بيكونوا لسه موجودين على ظهر شيرو وفوق التنين. لكن بتطلب من شيرو انه يقربهم من التنين لانها شايفه ان في حاجه غريبه. وبيقربوا فعلا من التنين وبتقدر تتكلم معاها واللي بتفهم منه ان بطنه فيها رضيع وانه عايز مكان للولاده. فبتفهم كوتوني وتوتو ان التنين مش عايز يأذي حد وانه بيدور على مكان للولاده بس. في اللحظه دي بيشوفوا من فوق ساتونا ساما وهي واقفه ومجمعه عدد كبير من الجيش عشان يهجموا على التنين. وبتأمرهم ساتونا ساما انهم يوجهوا اسلحتهم على التنين ويجهزوا للضرب. لكن بتكون عايزه توصل لها باي طريقه وتفهمها ان التنين مش عايز يأذي البشر. لكن الساحره الشريره بتوجه التنين انه يهجم على الجنود لكن الجنود بيقدروا يحوطوه ويربطوه بالسلاسل. فبتطلب من شيرو انه يقرب من ساتونا ساما لكنه بيرفض لانه
خايف توتو تتأذي. وبيكمل الجنود الضرب على التنين، لكن التنين بيفك نفسه وبيهجم عليهم، وبيقدر يخرج شعلة نار كبيرة وبيرميها على ساتونا ساما والجنود، لأن ساتونا بتقدر تصد ضربات التنين بقوتها السحرية وبتحمي نفسها هي والجنود. وبتطلب ساتونا ساما من جميع الجنود انهم ينسحبوا. في اللحظة دي بتوصل كوتوني وفا لساتونا ساما وبيفهموها ان التنين مش عايز يأذي البشر، وانه بيدور على مكان علشان يولد فيه. وبتطلب منها فا انها ما تهاجمش التنين وتديها الفرصة انها تحاول تتكلم معاه وهتوصل لحل. وبتكون راكيرا وروفوريا راكبين على احصنة وفي طريقهم علشان يساعدوا كوتوني، لكنهم بيقابلوا توتو وشيرو في الطريق. وبتحكي لهم توتو عن اللي حصل وانها كانت مع كوتوني وفا وبتوصل لهم للجيش الملكي. في اللحظة دي بتتأكد روفوريا ان فا مش التنين وانهم ظلموها وانها لازم تعتذر ليها. في الوقت ده بتكون كوتوني وفا راكبين على ظهر طائر ضخم وبيحاول يقرب بيهم من التنين. وبتحاول فا انها تتكلم معاه وبتقنعه انه يوقف ضرب وان الجيش مش هيهاجمه. وبتوصل روفوريا وراكيرا عند ساتونا ساما واللي بيسالوها عن فا وكوتوني، ولكنهم بيتصدموا لما بيشوفوهم بيقربوا من التنين. وبنرجع لفا اللي بتحاول تنادي على التنين علشان تتكلم معاه وتقنعه، لكنه مش بيتاثر بكلامها وبيكمل في طريقه وبيضرب في المكان. وفي اللحظه دي بتاخد الساحره بالها من وجود فا حول التنين، واللي بيكون واضح انها تعرفها كويس، فبتتكلم الساحره وبتقول كلمات غريبه لحد ما بنلاقي فا بتتحول لتنين ابيض كبير جدا. وبنعرف ان فا متسيطر عليها من ساحره شريره، فبتتصدم كوتوني من اللي بتشوفه وبتفضل تنادي على فا. وبتحول المكان لساحه حرب وبيهجم التنين الابيض اللي هو فا التنين التاني وبيهزمه وبيوقعه على الارض. في اللحظه دي بتحاول كوتوني انها تقرب من التنين الابيض وتتكلم معاه وتقنعه انه يوقف ضرب، لكنه مش بيتاثر. فبتفتكر كوتوني ان فا كانت بتحب تسمع دايما اغنيه معينه، وبتبدا كوتوني انها تغنيها وان ده ممكن يساعدها انها تخلي فا ترجع تاني لطبيعتها. فعلا بنلاقي التنين بيتاثر وبيقف في مكانه وبيسمع الاغنيه وبيبدا الجميع في الغناء، لكن الساحره بترجع تاثر تاني التنين الابيض وبيكمل ضربه وبيهجم على كوتوني وبيوجه لها ضربه قويه، فبتقع كوتوني على الارض من قوه الضربه. وبتجري عليها روفوريا وراكيرا وبتحاول روفوريا انها تستخدم قوه الشفاء اللي عندها، لكن بتلاقي قوتها مش كافيه. في اللحظه دي بتوصل ساتونا ساما عندهم، فبيطلبوا منها انها تساعدهم بقوه سحرها، لكن بتقول لهم ان القوه الموجوده عندها برضه مش كافيه. وبتكمل ساتونا ان مفيش اي قوه هتقدر تساعد كوتوني انها تعيش، لان جسمها متدمر بالكامل وروحها طلعت منها. فبتنهار روفوريا وراكيرا بشده، وبتروح روفوريا لفا وبتقول لها انها قتلت كوتوني وان هي اكتر شخص كان مؤمن بيها وبيدافع عنها. فبيتحول التنين الابيض وبترجع فا مره تانيه لطبيعتها وهي بتعيط بشده وبتنادي على كوتوني باعلى صوت. بيعدي الوقت وبتروح فا للتنين اللي كان بيحمل في بطنه رضيع وبتتكلم معاه، واللي بيحكي لها انه كان بيدور على بركان نشط يحاول ياخد منه طاقه علشان الولاده، وانه اثناء بحثه ظهر شخص غريب وكانت بتقول كلمات غريبه من بعدها وهو ما بقاش عارف هو بيعمل ايه ولا يتحكم في نفسه. وبيكمل انه كان في كل مره بيشوفها علشان توقفه عن اللي بيعمله. بنروح لساتونا ساما اللي بتتكلم مع روفوريا وراكيرا وبتقول لهم انها هتعتمد عليهم. وبتيجي فا وبتطلب من ساتونا انها تلاقي مكان للتنين علشان الولاده، وبتحكي لها انه محتاج طاقه من بركان جديد نشط. فبتفهم ساتونا ساما سبب انتقال التنين من مكان للتاني، وبتشكر فا انها الوحيده اللي عرفتهم السبب، ولكن بتقول فا وهي بتعيط انها كانت السبب في موت كوتوني. فبتيجي الخادمه وبتبلغ ساتونا ان الملك طالبها. بنرجع لروفوريا وراكيرا واللي بيقولوا ان الملك هيكرمهم النهارده لانهم كان السبب في السيطره على التنين، وبيقولوا ان كوتوني هي البطله وان هي السبب في ده كله. وبتروح راكيرا وروفوريا وبيتكلموا مع جسد كوتوني واللي بيكون موجود في مكان محاط بالورد، وبيطلبوا منها انها تقوم وتتحرك، وبيفكروها انها كانت بتحلم انهم يعيشوا سوا في بيت واحد في المستقبل وانهم لسه ما حققوش احلامهم سوا. وبتكمل وهي بتعيط وبتقول لها ان الكل دلوقتي شايفها بطله وان هي اللي قدرت تمسك بالتنين. وبتفكر روفوريا في مصير فا وانها ممكن تتحول لتنين في اي لحظه وانهم هيفضلوا معاها علشان ياخدوا بالهم منها. في اللحظه دي بتدخل الانسه ليلي محضره الارواح واللي بيكون معاها دميه بتتحرك وبتجري على فا وبتحضنها. وبتيجي ليلي وبتفهمهم انها لقت روح شخص بتتحرك وواقفه على باب شركه العقارات، وان هي مسكت الروح دي وحبستها داخل دميه علشان تحافظ عليها، وانها عرفت بعد كده ان دي روح كوتوني. فبيتصدموا الجميع من اللي بيسمعوه، وبتاخد ليلي محضره الارواح روح كوتوني من الدميه وبتنقلها لجسد كوتوني وبتنجح ليلي. وفجاه بنلاقي كوتوني بتفتح عيونها وبتتحرك من مكانها وبتجري عليها روفوريا وراكيرا وفا وبياخدوها بالحضن. وبيأمر الملك انهم يتجمعوا قدامه، وبيشكرهم الملك على شجاعتهم لانهم انقذوا المدينه من خطر كبير جدا، وبيبلغهم ان التنين هيتنقل لجزيره عليها بركان نشط علشان الولاده. وبعد كده بيوجه الملك كلامه لفا وبيقول لها انها فعلا قدرت توقف التنين، لكن هو مش ضامن انها ما تبقاش زيه مره تانيه، وعشان كده هو هيضطر انه يحبسها. لكن بيرجع تاني وبيقول لها ان لحد ما يتاكدوا من انها بقت سليمه ومش هترجع تتحول تاني لتنين، فبيبعتوها لجزيره بعيده مع نفس التنين اللي قبضوا عليه. فبتزعل كوتوني واصحابها لانهم هيفترقوا عن بعض، وبيرجع الملك مره تانيه وبيقول لهم انهم هيتنقلوا كلهم مع بعض لنفس الجزيره وهيمسكوا فرع هناك من شركه العقارات. وبتكمل ساتونا ان دي كانت فكرتها لانهم هم بس اللي يقدروا ينقذوا فا لو اتحولت مره تانيه. وبتفرح روفوريا لانهم هيفضلوا دايما مع بعض، لكنها بترجع تزعل لانها هتروح مكان بعيد جدا عن اللي في بالها، ده غير انها كان نفسها تشتغل في المملكه وتترقى. وبتكمل ساتونا انهم هيرجعوا تاني للمملكه لما الوضع يتحل، فبيوافقوا الاربعه لانهم هيكونوا
بيكونوا دايما مع بعض، وبتفرح فا وبتتكلم مع التنين وبتقول له انه هيروح معاهم لجزيره بعيده علشان الولاده، فبيشكرها وبيقول لها انه ما كانش يعرف انها بنت القائد بتاعهم اللي هو التنين الابيض والمعروف باسم الملكه الشيطان. وبترجع فا وبتحاول تفهم اصحابها ان التنين بيقول انها بنت التنين الابيض. في اللحظه دي بتقول راكيرا ورفوريا انهم سمعوا من ساتونا سما عن الملك الشيطان اللي هاجم البشر وخلى العالم يتحول لغير البشر. وبتكمل راكيرا وبتقول ان ساتونا سما نزلت بعد الحرب تدور على ابنه الملك الشيطان في الغابه، واخدتها ساتونا سما وقالت هي ملهاش ذنب في كل اللي بيحصل وانها هتاخدها المملكه، واطلقت عليها اسم فا. وبتحتفل المدينه بالانتصار ده وبانهم قدروا يسيطروا على التنين. في الوقت ده بتيجي مكالمه لكوتوني واللي بيكونوا اخواتها التوأم اللي بيكلموها وبيحاولوا يطمنوا عليها وبيسالوا عن فا. وبتبان في اللحظه دي الساحره الشريره وهي واقفه من بعيد وبتبص عليهم وهم بيحتفلوا، وبتوعد فا انها هترجع لها تاني. بنرجع تاني لمقر شركه RPG للعقارات واللي بيكونوا بيجهزوا حاجاتهم علشان يمشوا. وبتكون كوتوني في الوقت ده بتتفرج على ألبوم صورها في الشركه مع اصحابها، ولكن روفوريا بتستعجلها علشان يمشوا وبيجهزوا الاربعه شنطهم، وبتيجي عربيه النقل وبينقلوا حاجاتهم وهم مبسوطين. وبتفتكر كوتوني في اللحظه دي كل ذكرياتها في المكان وبتخرج منه وهي بتبص عليه نظره اخيره وبتقفل الباب وراها وبتمشي. وبيكون الاربعه في طريقهم للجزيره اللي هيعيشوا فيها وهم مبسوطين. واول ما بيوصلوا بتروح فا وبتطمن على التنين واللي بتلاقيه فعلا وضع بيضه كبيره وبيشكرهم على مساعدتهم. بيروحوا بعد كده علشان يشوفوا المكان اللي هيعيشوا فيه واللي بينبهروا بيه وبيعجبهم شكله وشكل الزهور المحيطه بيه. في الوقت ده بتقول كوتوني ان حلمها اتحقق وانهم هيعيشوا سوا في بيت واحد كبير، وبيتكلموا وبيقولوا انهم هيبداوا شغلهم من بكره في شركه RPG للعقارات فرع جزيره البركان.